عروسة الجن كان لقب لبنت مغربية اسمها زهراء، اختفت يوم فرحها. انتشرت قصتها بين الناس على نطاق واسع جدا كجزء من حكاوي التراث الشعبي اللي حصل بالفعل، واللي كان بطلها بنت ممسوسة من جن عاشق من وهي طفلة عندها 7 سنين. زهراء كانت من أسرة بسيطة جدا بتسكن في قرية صغيرة وسط الجبال. القرية كان قريب منها بير هو مصدر المياه الوحيد لأهل القرية، واللي كان بيتردد عليه الأطفال في بعض الأحيان سواء للعب أو للحصول على المية. وفي يوم من الأيام غابت الشمس وما كانتش رجعت زهراء اللي كانت بتلعب مع الأطفال اللي في سنها قريب من البير. فخرجت والدتها تدور عليها تحسبا إن يكون أصابها أي مكروه، وخصوصا إن الليل كان بدأ يدخل. وأول حاجة عملتها إنها راحت عند بير المية علشان تلاقي البنت مرمية جنب البير فاقدة للوعي، وعلى وشها علامات فزع كأنها شافت شيء مرعب كان هو السبب إن يغمى عليها. خدت الأم بنتها وجريت بيها على البيت تستنجد بأبوها اللي حاول إن هو يفوقها، وبالفعل تسترد زهراء وعيها. لكنها أول ما فاقت وفتحت عينيها فضلت تترعش وتصرخ صراخ هستيري مش مفهوم، وسط محاولات من الأب والأم إن هم يسكتوها أو يحاولوا يفهموا منها هي بتصرخ ليه. إلا إن البنت ما كانتش بتستجيب لأي حاجة غير إنها فضلت فترة طويلة تصرخ وتعيط لحد ما سكتت لوحدها. ورغم إنها بطلت صراخ بس دخلت في حالة تانية وكأنها صدمة، ما كانتش بتتكلم ولا بترد على حد خالص، كانت قاعدة متنحة ومبرقة بعينيها طول الوقت. بسرعة أمها حاولت توصل للأطفال اللي كانوا بيلعبوا معاها عند البير علشان تحاول تعرف منهم حصل ايه لزهراء، وبالفعل وصلت ليهم وسألتهم، بس الأطفال قالوا لها حاجة غريبة، وهي إن فجأة زهراء وأثناء ما هم بيلعبوا سابتهم وراحت ناحية البير كأن حد بينادى عليها. كانت ماشية بخطوات بطيئة كأنها متخدرة، وقفت قدام البير ورفعت دماغها لفوق وفضلت تتكلم كأن في حد قدامها بتكلمه وهم مش شايفينه. وفجأة صرخت ووقعت على الأرض، وهم أول ما شافوا اللي حصل خافوا طلعوا يجروا. الأم لما سمعت الكلام كانت مذهولة ومش لاقية تفسير للي حصل، بس برضو ما كانتش مصدقة اللي حصل قوي، خصوصا إن هما في النهاية أطفال مش شرط أي حاجة يقولوها تكون صح. عدى أكتر من يوم وبدأت زهراء ترجع لحالتها الطبيعية بدون أي شيء غريب أو مريب، وده اللي طمن أهلها شوية. بس الغريب إنهم لما كانوا بيسألوها حصل لها إيه عند البير كانت بتقول إنها مش فاكرة أي حاجة. عدت الأيام ووصلت زهراء لسن 13 سنة. كانت زهراء بتمتاز بجمال فائق، ملامح هادية، وده اللي خلى العرسان يبدأوا يتقدموا لها وهي في السن ده. لكن كان بيحصل حاجة غريبة مش مفهومة، وهي إن كل ما يتقدم لها عريس ويجوا للاتفاق معاه على الجواز يحصل له كارثة، إما يقع في مشكلة كبيرة تجبره إنه ما يكملش، أو يتعرض لحادث كبير تأثر عليه، أو حتى يموت، وآخرهم شاب انتحر. الموضوع كان غريب، لكن أهل زهراء ما كانش يهمهم غير إن بنتهم بخير وبعيد عنها أي أذى، وكانوا بيعتبروا كل ده قضاء وقدر. لحد ما بدأ يحصل شيء أغرب، وهي تصحى زهراء في يوم من الأيام وهي بتعيط وتحكي لوالدتها إنها حلمت بكابوس مزعج، كانت حاسة بكل تفاصيله كأنه حقيقي. حلمت إنها ماشية في طريق كله طين ورجلها بتغرس فيه وبتتحرك بالعافية، وبيطاردها كائن جسمه مليان شعر. الكائن ده كان بيطاردها في الحلم، بيحاول يمسكها وهو بينادى عليها باسمها، لكن صوته كان مرعب. وهي بتحاول تهرب لكن الطين كان مبطئ حركتها لحد ما يقدر يمسكها ويحط ايده على كتفها. بتقول ان ايده كانت سخنة جدا لدرجة انها ما قدرتش تستحملها، وفضلت تصرخ في الحلم لحد ما صحيت من النوم. زهراء وهي بتحكي
كانت مستغربة إن أمها ما رفعتش عينيها من على الأرض، فبصت تشوف أمها مش بتبص عليها ليه، علشان فجأة تنهار أكتر ما هي منهارة وتفضل تصرخ لما تلاقي أمها بتبص على رجل بنتها اللي كانت مليانة طين، وكأن البنت كانت ماشية في طين مش قايمة من على السرير. مش بس كده، لقيت كتفها عليه علامة حرق كبيرة. ومن هنا بدأ الرعب الحقيقي، لأن الحلم ده فضل يتكرر كل يوم للبنت، وكل يوم تصحى تلاقي رجلها مليانة طين وكتفها عليه علامة حرق. كانت فجأة تلاقي الباب بيفتح وهي في أوضتها بالليل، وتسمع صوت خطوات لحد بيدخل، وبعدها الباب يتقفل، وبعد ثواني تحس إن في حد قاعد جنبها على السرير، بل أحيانا كانت بتحس إن في إيد بتلمس جسمها. وبدأ يحصل لها حالات صرع وصريخ هستيري فجأة وبدون مبرر، وأحيانا تدخل الحمام وأهلها يسمعوها بتتكلم مع حد، وساعتها يتأكدوا إن بنتهم ممسوسة، وبناء عليه يروحوا للشيخ حسن، وده كان متخصص في الحالات دي في القرية. الشيخ حسن أكد إن البنت عليها جن عاشق، وبالفعل يبدأ يقرأ عليها قرآن، وهي بدأت تتحسن بطريقة ملحوظة، والحاجات اللي كانت بتحصل لها تختفي بالتدريج. لكن في يوم والشيخ حسن في طريقه لبيت زهراء، في يوم متعود كل أسبوع إن هو يروح يقرأ عليها، يقع على دماغه حجر ضخم من فوق سطح بيت من البيوت وينهي حياته في لحظتها. الغريب والمرعب إن الحجر وقع عليه من بيت مهجور من سنين محدش بيسكنه ولا بيدخله. لكن من بعد اللي حصل رجعت زهراء تشوف وتحلم بنفس الحلم اللي كانت بتشوفه وتحلم بيه، بل بالعكس ده الموضوع زاد. بدأت تشوف خيالات وهي صاحية، وبدأت تحس بحد بيلمسها بطريقة أوضح، وعلامة الإيد كانت بتظهر على جسمها على شكل كدمات، لدرجة إن جسمها كله كان عليه أثار لكدمات وصوابع طويلة. الأسرة كانت عايشة في حالة ذعر، البنت بتضيع منهم لحد ما يجي ابن عمها ياسين ويطلب إن هو يتجوزها، وإنه مش هيسيبها مهما حصل رغم إن عارف اللي فيها. بس ياسين كان شاب متدين وقريب من ربنا، وبالفعل تحصل حاجة غريبة. من وقت ما ياسين ظهر وارتبط بزهراء، وكل اللي كانت بتشوفه وبتحس بيه اختفى تماما، لدرجة ان اهلها افتكروا ان خلاص بنتهم بقت بخير، والشر اللي كان عاوز يأذيها بعد عنها. لكن يوم الفرح تحصل حاجة غريبة جدا. تدخل ام زهراء عليها الأوضة اللي كانت بتجهز منها للفرح، وما تلاقيهاش موجودة فيها ولا حتى في اي مكان في البيت. الام صابتها حالة ذهول. الغريب ان البنت ما كانش ليها اي اثر، كأن الارض انشقت وبلعتها، وبدأوا يدوروا عليها في كل مكان وهي اختفت تماما. بعض الناس من اهل القرية قالوا يمكن هربت، بس الام اكدت وحلفت ان مستحيل بنتها تعمل كده، خصوصا انها ما كانتش مغصوبة على الجوازة. ويبلغوا الشرطة اللي بدورها بدأت تدور عليها، لكن بدون اي فايدة، لحد ما يعدي 3 ايام ويجي بلاغ من راعي غنم ماشي في الصحراء، وشاف بنت قاعدة جوه شيء أشبه بكهف، شعرها منكوش بطريقة غريبة، مدية ظهرها وقاعدة مش بتتحرك. قرب منها وسألها انت مين وبتعملي ايه هنا، علشان يلاقيها بتلف وشها ناحيته وبتبصله، وعينيها كلها بيضة ما فيهاش اي سواد. اتكلمت بصوت راجل وقالت له ابعد. الراجل لما شاف شكلها وسمع صوتها هرب من المكان وجري وبلغ الشرطة، وبالفعل الشرطة تروح المكان اللي وصفه وتلاقي بنت مرمية فيه فاقدة الوعي، وتطلع البنت دي هي زهراء. لكن زهراء لما فاقت كانت شبه فقدت عقلها، هلاوس مستمرة، شوية تعيط بدون سبب وشوية تضحك بدون سبب، ويتم حجزها في مستشفى ما تخرجش منها تاني بأمر من الجهات المختصة. لكن الغريب ان بعد يومين بس اختفت زهراء، اختفت ولغاية يومنا ده هي ما ظهرتش. كل اللي اتقال في القصة دي ان زهراء اتجوزت من الجن ده،
وخدها لعالمهم، وده كان سبب اختفائها. ومن يومها محدش شاف زهراء تاني. اتقال انها هربت واتقال انها اتجننت، لكن الحقيقة محدش كان يقدر يفسرها. اللي حصل في الليلة دي كان أبعد من خيال البشر. الجن اختارها واتجوزها وخدها لعالم تاني، عالم ملهوش باب ولا رجعة. بس اللي سابته وراها حكاية بتتروي ولسه بتترعب منها الناس في كل حارة في المغرب. حكاية عروسة الجن اللي بقت أسطورة، واللي كل أم بتحكيها لبنتها قبل ما تنام علشان ما تلعبش بالنار وما تقربش من عوالم مش بتاعتنا. لو القصة دي شدتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في قناة الراوي المتوج علشان يوصلكم كل جديد من عالم الرعب والغموض. وافتكروا دايما مش كل باب مقفول لازم نفتحه، ومش كل جواز بيكون من بني آدمين، أحيانا العريس بيكون من تحت الأرض. نشوفكم في حكاية جديدة. سلام.